ساعات كتير في حياتنا مع عيالنا بنواجه نوبات الغضب اللي فيها بنلاقي العيل عمال يصرخ ويزعق ويخبط، وبنلاقي نفسنا بنعمل حاجة من اتنين: يا إما بنخش سبق مع الولد ونقعد نصرخ إحنا كمان، أو بنتجمد ونبقى مش عارفين نعمل إيه. الغضب ده حاجة طبيعية سواء عند الأطفال أو الكبار. اللي يفرق هو إزاي نتعامل مع مشاعر الغضب في المواقف المختلفة في حياتنا. ودلوقتي هنتكلم على إزاي نتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال. 1. ما تعملش راس براس. كتير من الأهالي بتكون طريقة معاملتهم مع نوبات الغضب إنهم يزعقوا هم كمان، لكن ده هيزود إحساسك إن الموضوع بقى بره السيطرة، وأحسن طريقة إنك تفضل هادي. فكر من الموضوع بطريقة مختلفة. لو حصل بعد الشر وعملت حادثة بالعربية والسواق التاني نزل من العربية وعينيه بتطق شرار، لو فضلت هادي في الغالي هيبتدي يهدى ويتكلم بالعقل. لكن لو كانت استجابتك عدوانية وقلت له عايز ايه يعني انت اللي غلطان، هيزيد التوتر والدم هيبقى للركب. علشان كده ما تتحداش الطفل وهو غضبان، لان ده هيدلق على الحريقة بنزين، واستنى لما يهدى لوحده. 2. ما تحاولش تتكلم معاه بالعقل وهو غضبان. على عكس النقطة اللي فاتت، فالأهالي ما بيزعقوش مع الطفل لكن بيحاولوا يتكلموا معاه بالعقل، لكن هو أصلا عقله طاير الوقت ده. يعني لو قلت له انت زعلان مني انت اللي ما عملتش الواجب بتاعك، هو ما عندوش القدرة انه يبطل نرفزة ويفكر بالعقل الكلام ده صح ولا غلط. لكن طنشه خالص وسيبه لحد ما يخلص، وساعتها ممكن نتكلم بالعقل. 3. خلي بالك من استجابتك. دي حاجة مهمة جدا، سواء الاستجابة البدنية أو النفسية. هتلاقي حواسك بتقولك الواد متنرفز خالص ويبتدي قلبك يدق بسرعة، وعلى الرغم من ان ده صعب حبتين لكن لازم تفضل هادي. لما تفضل هادي هتعلم ابنك ازاي يتعامل مع الغضب، وفي نفس الوقت انت ما دخلتش في صراع سلطة معاه. وبرضه الانتباه لردود افعالك هيخلي الولد ينتبه لنفسه، لانه مش هيقلق من رد فعلك وهيبذل جهد اكبر علشان يخليك تنتبه له وتهتم بيه اكتر. علشان كده لازم نستعمل مهارات الوالدية علشان تقدر تتعامل مع نوبة الغضب بسرعة وبفاعلية. 4. بلاش الضرب. بلاش العنف مع الطفل، لان ده زي محاولة انك تخلي حد يتحمل الغلط بتاعك، لكن انت عايز تعلم ابنك ازاي يتحمل المسؤولية ويعتذر. علشان كده هيكون عندك فرصة تانية للكلام، لكن من المهم انك تكون قدوة كويسة، لانك لو اتعاملت معاه بالضرب في الموقف ده فانت بتعلمه حل مشاكله بالعدوانية. 5. كل سن له اسلوب. لو كان طفلك صغير قوي، يعني ما بين 1.5 و4 سنين، ودخل في نوبة غضب، فلازم تبعد عنه شوية لكن ما تسيبوش لوحده. فالأطفال الصغيرين لما يحسوا بالانزعاج فأنت لازم تساعدهم إنهم يهدوا نفسهم، علشان كده هيخليهم يهدوا علشان يحسوا بالسيطرة. وبدل ما تقول له اقعد هناك لوحدك 10 دقايق، قول له لما تحس إنك هديت تبقى تعالى واقعد معانا. وبرضه ما تخشش معاهم في تحدي هم متنرفزين. 6. ما تقعش في حزبيس. بعض الأهالي بيبقوا عاملين زي المشلولين لما يكون الطفل في نوبة غضب ويستسلم للطفل، فخلي بالك إن الطفل ممكن يكون بيعمل كده بقصد وبيتعمد نوبة الغضب علشان يخدعك وتستسلم له في الآخر للي هو عايزه. فبلاش تقع في الفخ، لا تغضب ولا تستسلم، لكن سيب الولد لحد ما يهدى وحاول تدربه على مهارات حل المشكلات. 7. العقاب على التصرف المش كويس مش على النرفزة. لما الطفل يعمل نوبة الغضب وبعدين يهدى ويخلص، العقاب لازم يكون على السلوك الغلط مش على الغضب. يعني لو الولد وهو متنرفز شتمك فعاقبه على الشتيمة بعد ما يهدى، لكن لو قعد يقول ده الظلم مثلا فالعملية مش محتاجة عقاب وكبر دماغك. الغضب حاجة طبيعية، والأطفال بيغضبوا زي ما احنا ساعات بنغضب، ولازم يحسوا انهم عادي انهم يعبروا عن غضب طالما ما تخطوش الحدود او ما تصرفوش بعدم احترام. 8. ما تزودهاش. لما العقاب يكون قاسي في حالة النرفزة انت الخسران. يعني مثلا لو ابنك عنده نوبة غضب وعمال يصرخ وانت بتقوله لو ما بطلتش هسحب التليفون منك لمدة اسبوع. طيب بقوا اسبوعين، كمل كده، خليك كده. بقوا شهر، لسه عايز تكمل؟ هتلاقي انه برضه لسه بيستمر في النرفزة وانت عمال تزود في العقاب، وكل ما تزود في العقاب يزود في النرفزة. ده اسمه تكديس العواقب. واللي بيحصل هنا ان الولد بيفقد السيطرة على مشاعره. طبعا صعب انك تتحمل صريخ ونرفزة الطفل، لكن اسأل نفسك انا عايز اعلمه ايه. اسوأ حاجة تعملها انك تشاركه في اللي بيعمله، فالعقوبات القاسية مش مفيدة وهتزود في نرفزته. وهخلي بالك ان الهدف انك تعلم الطفل ازاي يسيطر على نفسه،
فالعقاب المدروس هو الحل مش تكديس العواقب العقابية. 9. خدوا هدنة. لو انت ومراتك او انت وجوزك كنتوا زعلانين من بعض هتعملوا ايه؟ في كتير من الأحيان الأزواج بيبعدوا عن بعض شوية علشان يهدوا ويقدروا يتكلموا سوا في المشكلة اللي بينهم. نفس الطريقة استعملوها مع الطفل. لو بقيتوا قدام بعض في اللي بيحصل النرفزة مش هتخلص لكنها هتزيد، علشان كده خدوا هدنة وابعدوا من قدام بعض وبعدين ارجعوا وشوفوا هتتصرفوا ازاي لما تهدوا. 10. القدوة. الأهالي لازم يكونوا قدوة في التعامل مع الغضب بشكل كويس. يعني مثلا قول له أنا متضايق هقعد مع نفسي شوية، أو مش عارف أتكلم معاك دلوقتي لأني متنرفز هستنى لحد ما أهدى وبعدين نبقى نتكلم. الاعتراف إنك غضبان محتاج شوية وقت علشان تهدى، مش ضعف، لكن ده محتاج كتير من القوة علشان تقدر تعمل كده. وافتكر كويس إنك عايز تعلمه درس إزاي يتصرف وقت الغضب. استنونا في فيديو جديد وهنتكلم عن إزاي تتصرف مع الشبر ونص أبو لسان طويل. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.